ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم قناة ستاردست روتين ارابيك. قبل ما ابدأ القراءة احب اشكر كل متابعين القناة، كل الداعمين للقناة باشتراكهم بمشاهدتهم للفيديو، بكومنتاتهم الجميلة، بلايكاتهم. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايبي، وتأكد ان انت في كارما ايجابية. زي ما بتاخد شيء بتدي في المقابل. انت كده في كارما ايجابية، لأن الطاقة والحياة كلها أخد وعطاء، يعني مفيش حاجة بأخد بس ولا عطاء بس. فافتكروا كده دايما يا حبيبي، يعني الطاقة أخد وعطاء. فأتمنى من حبايبي اللي بيشاهدوا الفيديو ولا هم مشتركين ولا بيسيبوا تعليق ولا بيكتبوا كومنت ولا بيعملوا لايك ولا بيعملوا حاجة، اشترك في القناة، ادعم الفيديو باللايك، اكتب لي كومنت جميل زيك. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايب قلبي. قراءة النهاردة إن شاء الله هتكون إيه الرسالة اللي المفروض تعرفها من وجود الشخص ده في حياتك. يعني ممكن تكون انت بتسأل نفسك ايه الحكمة يا ربي ان خلتني اقابل الشخص ده، ايه الحكمة ان انا اتعرفت على البني ادم ده خليه في حياتي، ايه الدرس، ايه الدرس اللي وجود الشخص ده في حياتك ليه، ايه اللي المفروض يتغير فيك، ايه اللي المفروض تعمله. هو ده سؤالنا النهاردة. طبعا هشوف لك مشاعره تجاهك ايه، واذا قضى وقت وما حسيتش القراءة هتمط مننا قوي هشوف لك خطوته الجاية. ماشي يا حبيب قلبي. معانا اول مجموعة حجر البلاك اوبسيديان. الحجر ده او ظهر الكوتشينة دي ممكن تختار بالحجر او بظهر الكوتشينة، او مجموعة الحروف الميم الشين الخاء العين الزال الس الصاد الجيم الواو الي الظه الزاي الته القاف. دي اول مجموعة. ماشي. المجموعة التانية حبايب قلبي حجر الاماتيست. الحجر ده او ظهر الكوتشينة دي نقي بالطريقة اللي تريحك، أو مجموعة الحروف الألف النون الكاف الدال اله الحاء الغين الر السين الطه الف اللام الضاد الب. أنا بقولها بأول حرف من اسم الشريك، بس في حبايبي بيرتاحوا راحتهم النفسية إن هم يختاروا أول حرف من اسمهم هم وبيلاقوا الإجابة مطابقة، بيلاقوا القراءة مطابقة ليهم، فبراحتك. أنا دايما أقولك استجيب لحدثك، اختار المجموعة أو بالطريقة اللي قلبك بيقولك الإجابات هتبقى هنا وبالطريقة دي، ودايما بتبقى صح على فكرة. ماشي. هنبدأ بالمجموعة الأولانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي انا قراءتي طاقه مفتوحه، من اي وقت انت تسمع فيه الفيديو اضمر نيتك بس قبل ما تخش الفيديو، انت بتسمع لمين وايه الارشاد اللي انت محتاج تسمعه، عايز تعرف ايه. وان شاء الله يا رب ربنا يلهمك وتلاقي الاجابات وتلاقي الرسائل اللي انت عايزها. بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه الحروف اهي، وحط لك الحجر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش يا حبايبي دعم الفيديو باللايك، متشكرة ليكم ومتشكرة لكل حد من حبايب قلبي المخلصين الأوفياء اللي بيحطوا لايك حتى من قبل ما القراءة تبدأ. حبايبي ربنا يديكوا كل اللي انتوا بتتمنوه. متشكرة لحبايبي اللي مشتركين في القناة، وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. بسم الله الرحمن الرحيم. متشكرة جدا 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 لحبايبي اللي بيدعموا الفيديوهات بسوبر ثانكس. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنشوف طاقتك انت الاول ايه عشان تتأكد ان القراءة دي ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي اللي بتسمعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ عزة نفسك واخداك على فكرة. انا سامعة وعزة نفسي تمنعني. انت تقريبا عايز ترجع لحد، عايز تكلم حد، بس عزة نفسك واخداك. انت شخصية جميلة محبة، ولكن كرامتك فوق كل اعتبار. يمكن بتتحمق شوية، عارفين لما نقول حد حمقي؟ ربما كده انت بتتحمق شوية، تاخد على خاطرك شوية كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، يا لهوي ده انت فظيع ده انت منطلق جدا 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 يعني. النار والهوا، تخيل بقى اندفاع كده، في اندفاع وفي انطلاق وفي حماسة. بس خلي بالك انت ربما تكون مندفع في تحركاتك، يعني انت بتعمل ما عندكش صبر، ما عندكش صبر تتأنى كده، لا مندفع وبتنطلق كده بسرعة، يمكن كمان من غير ما ايه تركز قوي انت بتقول ايه او بتعمل ايه. بتدور على بدايات جديدة، انت بتدور على بداية جديدة
عايز وضوح في شيء ما، جاتلك فكرة، جاتلك قرار متسرع بقى ان انت تعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ انت بتحاول توازن امورك يا حبيبي، بتحاول توازن ما بين شيئين. يمكن لسه رجلك مش ثابتة على الارض في حاجة، بتحاول توازن نفسك في شيء. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ على فكرة انت متنوع قوي، ده انت فيك كل حاجة. يعني عناصر الطاقة كلها موجودة في تركيبة واحدة كده، احساسي كده، بس على مستوى، على اختلاف المستويات بقى. انت حد ايموشنال قوي، تخيل يعني بعد كل الاندفاع والانطلاق والحماس والنار ده اللي فيك، جواك بقى حب ومشاعر وهيام ورغبة في العطاء ورغبة في بذل المجهود، والنية ان انت تدي، والنية ان انت تظهر الحب. حنون انت على فكرة، ده انت يمكن انت اللي من نوع، عارف مثلا لو صحاب، انت اللي بتجمع صحابك وتقول له قول لي مالك، انت زعلان ليه، فيك ايه كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقة حبيبي اللي بيسمعني، انت بتحب حد، بتحب حد قوي 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 قوي. كل اتجاهك وكل مشاعرك تجاه حبيبك اللي انت شايفه ده توأمك، توأم روحك، انت شايف ان ده توأم روحك، وعندك رغبة في العطاء، وعندك رغبة انك توري له حبك، عندك رغبة ان توري له حبك. انت بتفكر كتير، يمكن لابس ماسك على ناس معينة، مش عايز تبين حقيقة معينة، لابس ماسك انت هنا. وعلى فكرة انت فيك طيبة برضو، على رغم ان انت ربما بتنسحب، يعني ربما فيك ان انت يعني تعمل حاجة سريعة بدون حسابات وتقوم واخد بعضك وماشي، تنسحب كده. انت حنين، انت حنين وعطوف على فكرة. او يمكن ساعات تشعر بالوحده، ساعات تحاول ان انت تؤدبت في البيئه اللي انت فيها، يعني انت تتكيف في الناس اللي انت معاهم، بس انت مش منهم، مش من نفس طبيعه الناس اللي انت موجود معاهم او الناس اللي موجوده حواليك. انت بتحاول تبقى زيهم بس انت مش زيهم، انت لابس ماسك، انت لابس ماسك في حاجه معينه هنا. انت حد مستقل بنفسك، مستقل بذاتك. يمكن هل جات لك فرصة شغل مادية ليك انت تشتغل تستقل بذاتك، حاجة زي كده هنا. انت كأنك حد عايز تستقل بنفسك، تستقل بمادياتك، تستقل بأمورك. على فكرة انت خلاص، انت زي ما تقول ايه، جات لك صحوة، تفتيحة عين، فوقة، بتفوق لحاجة، عايز تتبع النداء، تتبع نداء روحك، تتبع نداء روحك. بس انت متهور يا حبيبي، انت متهور، خلي بالك من قصة التهور دي. انت متهور متسرع، ربما بتقول كلام وترجع تندم عليه، ربما مستني رسالة من حد، بتراقب شيء ما، بتراقب حاجة انت. ده انت يا روح قلبي، يعني اللي غالب برضو على طاقتك هنا غير قصة التهور دي، الحب. انت بتحب البني آدم اللي انت داخل تسأل عنه ده جدا 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 جدا، كل الحب، كل السعادة تشعره تجاهه. تعال اقول لك الابراج اللي ممكن تكون انت منها او الشخص اللي انت بتسأل عنه ده منها. كل الطاقات النارية موجودة، كل الطاقات الهوائية موجودة. ماشي. برج العقرب، برج الجدي، برج السرطان مرتين، برج السرطان مرتين، برج الدلو، برج الجدي مرة كمان، كل الطاقات الهوائية تاني موجودة، وبرج الحوت ده ممكن انت او الشخص اللي انت بتسأل عنه. وما تلتزموش بالابراج يا حبايبي، لسه بتجيلي رسائل انا برجي ما تقلش، هل كده القراءة منطبقة عليها؟ طبعا يا حبيبي، هي مجرد بس تأكيد لطاقة بعض الاشخاص القوية، يعني طاقتهم قوية جايالي قوي بس مش اكتر ولا اقل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى طاقة الشخص اللي انت داخل تسأل عنه ده. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقته هو ايه؟ مندفع ومنطلق، هو كمان عامل زيك، بس ده على اهدى شوية، او على بيفكر شوية. الشخص ده عايز يتكلم، عايز يقول حاجة، عايز يعبر عن حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه.
كأنه مستخبي الشخص ده على فكرة، يعني كأنه مستخبي في مكان مش عايز يبين نفسه، في خن كده مستخبي، عامل ما بينك وما بينه عوائق دلوقتي، حواجز، مكتفي بالمراقبة ممكن. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه. الشخص ده في قلبه حب على فكرة، في قلبه حب، بس ربما هو من النوع اللي بيخاف فبيستخبى، ما بيستثمرش كتير في العواطف، بس هو قلبه أبيض، قلبه فيه حب الشخص ده. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده ربما بيدور على بدايات جديدة في الحب، بدايات جديدة. يعني مثلا إذا هنشوف طبعا، لسه احنا ما عملناش حاجة في القراءة، ولكن ربما إذا البعض منفصلين الشخص ده عايز يجدد العلاقة تاني. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه في قلبه حب كبير أوي الشخص ده على فكرة، وحب خالص، حب لا مشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه. الشخص ده متعرض لإغراءات معينة على فكرة، يمكن إغراءات مادية، يمكن حد بيأثر عليه بطريقة ما، في إغراء ما هنا بيحصل في الشخص ده، أو حوالينا السلبيين أو عادات سلبية، حاجة زي كده، عنده إدمان على حاجة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده عنده حاجات مضايقاه، يعني عنده إحساس بالهزيمة شوية، أو عنده إحساس بتحديات ما، او عايز يبقى شيء وهو برضو عامل زيك، كأنه في مكان عايز يبقى زي الناس اللي هم معاه، بس هو مش زيهم، هو طبيعة تانية، هو شكل تاني، حاجة تانية، فبيجيله شوية إحساس بالحسرة أو بالهزيمة. الشخص ده مسلم أمره لله على فكرة، مسلم أمره للأقدار، مسلم أمره للتوقيت الإلهي، للحكمة الإلهية. الشخص ده في قرار بيحاول ياخده بتأني، بحكمة، بيشوف ايه، بيوزن قراراته. يمكن الشخص ده في بعيد عنك ولا حاجة، لأننا عنده شعور بالاشتياق وبالوحشة. الشخص ده بيحب على فكرة، ده بيحب جدا خالص، يعني ده شايف الشخص اللي بيحبه ده حتى لو هو مختلف عنه من طبيعة وده من طبيعة، ده بيحب بعض قوي 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 قوي، بيحبوا بعض قوي وبيلاقوش الراحة. يعني انت وحبيبك، يعني ده لو انت ده هنا انت اللوف ده اكيد ان شاء الله ليك، هو ما بيلاقيش الفرحة والسعادة غير معاك، والهدوء، راحة البال، اللي هو انا ابقى على طبيعتي. على فكرة انا جايالي قوي الطاقة ان انت في مكانك مش في طبيعتك، وهو في مكانه مش في طبيعته، انتوا طبيعتكم بتبقوا وانتوا سوا، وانتوا سوا. طاقة الشخص ده، الشخص ده بيتحول، بيتغير، بيلاقي تغيرات معينة، يمكن بيتغير من عادات سلبية هو كان فيها، عادات مش كويسة هو كان بيعملها، إدمانات، تعلقات، مخاوف. الشخص ده بيتغير وبيتحول الفترة دي. خليني أقول لك الأبراج اللي ممكن يكون الشخص ده منها أو أنت منها: برج الثور، برج الدلو، برج الأسد، برج العقرب، برج القوس، برج الجوزاء. كل الطاقات المائية موجودة، الثلاث طاقات المائية موجودين: برج العقرب، برج الجدي، برج الجوزاء، برج الحمل، وبرج الدلو. دي يا إما أنت منها الأبراج، يا إما أنت منها يا إما هو منها. ماشي يا حبايب قلبي؟ طيب خلينا نشوف مشاعره، وبعد كده نشوف إيه الرسالة اللي جاي يعملها معاك. ده جاي لك عشان أنت تعرف إيه رسالته ليك. مشاعر الشخص ده ليك إيه الحقيقية من جوه قلبه؟ الشخص ده في ما بينك وما بينه طاقة عالية قوي 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 قوي، يا إما انتوا متواصلين عادي مع بعض وبتحبوا بعض وبتتكلموا في ما بينكم كلام رايح جاي، يا إما دي طاقة، يا إما ما بينكم طاقة بقى عالية جدا. وإذا ما فيش تواصل ما بينكم، الشخص ده عايز يتواصل وبيفكر فيك، ربما هو مسافر، هو يعني في سفر أو شغل بيتحتم عليه سفر، حاجة زي كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص اللي انت بتسأل
عنه، ده انت السعادة بالنسبة له، انت السعادة، الوضوح، الفرحة. في طاقة نارية برضو هنا قوية قوية قوي. في شغف، في فرحة، في تلقائية مع بعض كده. بيلاقيك سعادة، نور بينور حياة الشخص ده. ربما برضو دي إشارة للبعض في ممكن يكون الشخص ده في زواج جايز، أو انت في زواج. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص اللي انت بتسأل عنه الحقيقية من جوه قلبه ايه؟ مش بقول لك في حد فيكم في زواج، ربما ما بينكم اختلاف عادات تقاليد، في ظروف مجتمعية ما بينك انت وهو. ربما الشخص ده عنده مكانة اجتماعية عالية على فكرة. بس هي الطاقة اللي جاية لي قوي ان في حد يعني ربما يكون الشخص ده في زواج، احد الاطراف ممكن يكون متجوز. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ او ده معاك بقى، لا دول كتير. ربما ده معاك، يعني الشخص ده عنده طاقة عالية قوي لدرجة انه عايز يتجوزك. مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية من جوه قلبه. لا ده عايز يتجوزك. ده 3 كروت دول جواز، 3. يعني الشخص ده ربما بيفكر فيك في زواج على فكرة. وشايف معاك استقرار، شايف معاك هدوء نفسي، شايف معاك وفرة مادية، شايف السعادة تبقى معاك على فكرة. حتى لو متجوز، يعني حتى لو الشخص ده متجوز هو بيفكر فيك في زواج، لان 3 كروت ورا بعض جواز واستقرار. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مش بقول لك ده في جواز هنا. الشخص ده عنده مسؤوليات على فكرة، يا اما عايز يلتزم معاك، عايز يخلي باله منك. الشخص ده شخصية قوية قوي 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 على فكرة، شخصية قوية جدا الشخص ده. يمكن بيحاول يسيطر على مشاعره معاك، يمكن في جانب عنيد، جانب متسلط متحكم شوية. يعني لازم انت تبقى تحت قبضته، تسمع كلامه، حاجة زي كده هنا. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ متعلق فيك قوي الشخص ده، ومتعلق في الوصل اللي ما بينكم. يعني لو انتوا في كلام ما بينكم، هو متعلق بالوصال ده، متعلق بالكلام ده، مش عايزه يقطع. اذا دي طاقة تواصل روحي، متعلق بالتواصل الروحي، مش عايز يطلع منها الشخص ده، عايز يبقى كده على طول ما بينكم تواصل، ما بينكم كلام. بتدخله في طاقة حب كده انت، يعني الطاقة دي بتدخله في طاقة رومانسية وحب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ على فكرة ده شايفك علاقة روحية، او انت بقى بتسأل عن زوج ليك يعني. يا اما انت بتسأل عن زوج ليك، لان طاقات الزواج والاستقرار هنا رهيبة رهيبة. هو على فكرة هو شايفك استقرار، شايفك سعادة، عايز يعمل معاك بيت. يا اما اتضح له ده، يا اما اتضح له ان انا ما ينفعش ابقى مع الشخص ده بسبب مثلا عادات تقاليد، لازم نبقى مع بعض في زواج، زواج واضح ومعلن قدام الناس. شايفك ثبات، شايفك ثبات، بترسيه كده. عارف اما حد كده، اما مثلا شخصية تبقى مهيبرة، شخصية على طول اوفر رياكت كده، ويجي طرف اخر كده تلاقيه جه عليها هداها كده ونزلها كده على الارض وثبتها كده. هو انت بتعمل كده مع الشخص ده، انت بتعمل كده مع الشخص ده. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ يا لهوي يا لهوي. لا لا، على فكرة دي علاقة روحية برضو. بصوا، امبراطور، الامبراطور والامبراطورة والفور اوف وانس. يعني ده على فكرة ده مش، يعني ده بيقولوها بالانجليزي divine feminine و divine masculine. يعني نصك التاني، يعني النص التاني بتاعك. هو حاسس كده ان انت نصه التاني، انت اتوجدت هو يعني عارفين لما نقول فولة واتقسمت نصين، اهو ده الفولة بتاعتك بقى. هو كده، هو شايف ده كده، ده انت الماتش بتاعه. انا قرينك يا زواوي. عارف انت في المسرحيه دي، انا قرينك يا زواوي، اهو كده ده
شايفك انت، هو انت ده اللي اتعملت علشانه، او ربنا خلقك علشانه. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ هو بيحاول يمسك نفسه عنك على فكرة، لأن في طاقة عالية هنا، في طاقة عالية، وطاقة سعادة، وطاقة فرحة، وطاقة حب لا مشروط، وطاقة تعلق. فالشخص ده بيحاول يعني عارفين يمسك الايموشنز اللي متنطورة منه دي في كل حتة، يسيطر على مشاعره شوية، يسيطر على ردود أفعاله شوية، حاجة زي كده هنا. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ الشخص ده منتظر للانطلاق، يعني عارفين ريدي ستيدي جو، هو في ريدي، هو في ريدي بقى، هو مستني بقى الانطلاقة، مستني الفرصة انه ينطلق تجاهك وينجح العلاقة دي. للبعض تاني طاقة العلاقة الثلاثية موجودة هنا. طيب خلينا بقى نشوف ايه الرسالة اللي الشخص ده جاي يعلمها لك. جه ليه؟ دخل ليه حياتك الشخص ده؟ ايه سبب دخول الشخص ده حياتك؟ ايه الرسالة وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه اللي المفروض تعرفه؟ ايه اللي المفروض تتعلمه؟ او الشخص ده جاي يعلمك ايه؟ جاي يعرفك ايه؟ ايه الدرس اللي تتعلمه من وجود الشخص ده في حياتك؟ يا لهوي، الألم جاي يفعل فيك طاقة الألم ده ولا ايه؟ يمكن انت من النوع اللي بتخاف تتألم، تتوجع، عندك مخاوف ترك، عندك خوف من الهجر، من الترك. الشخص ده جاي يفعل لك آلام معينة على فكرة. ربما الشخص ده جاي يفعل لك آلام معينة عندك من الماضي أو حتى من الحاضر، يخليك تواجه ألمك وتستقبل الألم، وتستقبل إن أنت تحس بمشاعر معينة علشان تقدر تعالجها. ما تهربش من شعور الألم، تقدر تواجهه. خلينا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص ده دخلك ليه حياتك؟ ايه الدرس اللي جاي يعلمه لك؟ ايه سبب وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه سبب وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ رسالته ايه في حياتك؟ ان انت تتغير وتتحول، ترانسفورميشن، تتغير، تشوف معتقداتك القديمة ايه، تشوف طريقتك القديمة اللي انت كنت بتعملها ايه وتغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ ايه حكمة وجوده في حياتك؟ ايه حكمة وجوده في حياتك الشخص ده؟ الحيرة، تبطل حيرة. او ربما الشخص ده دخلك لعالم الروحانيات، دخلك لعالم الخيال. يمكن انت ما كنتش، يمكن كنت شخصية مادية جدا، انت كنت شخصية مادية وليك مثلا مالكش في عالم الأرواح وعالم الروحانيات وكده. يمكن الشخص ده هو السبب اللي فعل عندك طاقة الروحانيات وطاقة التخيل، ويمكن طاقة الأنوثة عامة. يعني عندك يمكن انت كنت شخص عملي قوي، هنا كأنه دخلك في أحلام اليقظة، عرفك حاجات انت ما كنتش عارفها، خلاك تتأمل كده، تقعد مع نفسك وتتأمل. يمكن الشخص ده برضو جاي يعلمك ان انت تعرف تختار ازاي، الاختيار، تختار بأنهي طريقة. عشان يمكن انت كنت من النوع اللي بيحتار قوي او بيتردد في اخذ قرار، حاجة زي كده هنا. الشخص ده جاي يعلمك ايه حكمة وجوده في حياتك؟ ايه رسالته؟ جاي لك ليه ده؟ الشخص ده جاي يعلمك ايه؟ ان انت تستقر ماديا. يعني ربما استقرارك المادي نقطة مهمة في حياتك، يعني فعلا لازم تستقر ماديا. يمكن توازن ما بين عالم الروح وعالم المادة، يحصل توازن، ما تبقاش كل اهتماماتك او الأولوية العظمى ان انت
تعمل اموال، تثبت نفسك على الارض، تعمل وفرة مادية، شغلك، حياتك. لا، ربما الشخص ده جالك عشان يعمل توازن، لان انا شفت كارت التوازن ده عندك انت، تعمل توازن ما بين المادة والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رسالة الشخص ده في حياتك؟ الشخص ده جاي يعلمك ايه؟ ايه حكمة وجوده في حياتك؟ ايه حكمة وجوده في حياتك؟ وممكن ناخدها بالعكس، يعني ممكن اذا انت من النوع اللي روحاني قوي، يعني ممكن انت تكون من النوع الروحاني قوي وعايش في العكس بالظبط، ان انت عايش في احلام اليقظه وعالم الروحانيات. لا، الشخص ده جاي يعلمك انزل على الارض شويه، استثمر، اشتغل، حقق وفره ماديه، خليك ثابت، بطل تردد. على فكره قصه التردد دي جايه لنا مرتين. بطل التردد، وما تتمسكش في الاشياء قوي، يعني تعلم التخلي، ما تمسكش في الحاجه قوي. الشخص ده جاي يعلمك ايه؟ ايه رساله وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه رساله وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه الحكمه من وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه الحكمه من وجود الشخص ده في حياتك؟ تقدر على التحدي، ما تخافش من التحديات على فكره، وما تخافش من الالم. يعني تقدر تواجه التحديات اللي قصادك مهما كانت التحديات اللي قصادك، ومهما كان الألم اللي ممكن تتألمه، واجه وما تخوف، ما تخافش. يعني ربما انت من النوع اللي بيهرب، ما بتحبش المواجهات، ما بتحبش تتحط في مواجهة، ما بتحبش المشاكل، ما بتحبش الخناقات، شخصية مسالمة جايز. لا، هو بقى الشخص ده جاي يعلمك اقف للتحدي، ما تخافش من التحديات، واجه اللي بيواجهك، واجه اللي مشكل لك تحدي، ما تخافش منه، ما تخافش من الألم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ تختار الوقت المناسب، تستنى، خلي عندك صبر، خلي عندك صبر. ربما انت بقول لك من نوع، لان انا شفت ده في طاقتك فعلا، انت متهور ومتسرع. تخلي عندك صبر للفرص، لاقتناص الفرص الكويسه، تخلي عندك صبر وحكمه في التوقيت، ما تاخدش اي حاجه والسلام، ما تختارش اي حد وخلاص. لا، تختار اللي يناسب روحك، اللي يناسب عقلك، اللي يناسب قلبك، اللي يناسب تفكيرك. على فكرة ربما الشخص ده جاي لك عشان تواجه صراعاتك النفسية، ربما انت عندك صراع نفسي ما داخلي، الشخص ده جاي لك عشان انت تخش جوه اعماق نفسك وتعرف ايه صراعاتك اللي من جوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رسالة الشخص ده؟ ايه سبب وجوده في حياتك؟ ايه الحكمة من ان انت اتقابلت مع الشخص ده؟ ايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ التجرد والتخلي، تبطل التعلق بالاشياء، تشوف الامور من منظور تاني خالص. على فكرة ممكن الشخص ده هو السبب انه يدخلك عالم التارو وعالم الروحانيات وكده. الشخص ده خلاك تشوف امور بطريقة مختلفة. يمكن انت مثلا كنت مقتنع بحاجات معينة، جه الشخص ده دخل حياتك، غير لك موازينك اصلا ان انت كنت بتفكر بيها، غير طريقة تفكيرك اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحكمة؟ ايه حكمة دخول الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ ان انت تخلي بالك على نفسك، تخلي بالك على نفسك وتعمل حدود ما بينك وما بين اللي قدامك، ما تبقاش مخترق. يعني ايه مخترق؟ ان كل واحد يتدخل في حياتك، كل واحد يتدخل في امورك، اللي هب ودب. مش عامل لنفسك حدود صحيه، جايز ربما كنت، لا، مطلوب منك ان انت رسالته اللي جاي يعلمها لك، اعمل حدود صحيه لنفسك، مش اي حد يتدخل في حياتك. ما تسمحش لاي حد ان يبدي رايه في حياتك، ولا يتدخل في حياتك، ولا يملي عليك ايه، وتبقى عندك اصرار. ربما انت من النوع اللي بنسميه، بيقولوا ايه، وي جيف اب ايزيلي، يعني ايه، بيستسلم بسهوله. لا، وعايزك تبقى شخصيه مثابره، وشخصيه تصر على نجاحك، وتصر على استقلالك بقى من الجميع. اهل بيتدخلوا في حياتك، شخص ما فرض سيطرته عليك، لا، هو جاي يعلمك تعمل حدود صحيه لنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رسالة الشخص ده ليك؟ ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ ليه الشخص ده دخل حياتك؟ ايه الحكمة اللي تتعلمها من وجود الشخص ده في حياتك؟ انت عندك مشكلة التردد على فكرة، والدواليتي، يعني الحيرة،
اروح يمين ولا شمال، اختار ده ولا ده، ابيض ولا اسود، اروح لازم تسيطر. هو جاي لك الشخص ده عشان تتعلم قوة السيطرة والتحكم في النفس. اسيطر على مشاعري، احط لنفسي هدف، ابقى عارف انا رايح فين، ابقى عارف انا عايز ايه، الطريق ده هياخدني في الاخر لايه، علشان تنجح في حياتك. الشخص ده دخلك حياتك عشان تنجح في حياتك حتى ماديا كمان. ربما بعد ما الشخص ده دخل حياتك انت ابتديت تفكر في مشاريع، اعمل مشروع ايه، طب اشتغل ازاي. على فكرة حتى لو انت عندك وفرة مادية، مش قصة وفرة مادية، ان انت يبقى في ايدك صنعة، في بايدك بيزنس، في ايدك شغل وتنجح في الشغل ده. خلينا ناخد اكتر رو كمان. ايه الحكمة اللي الشخص ده جاي يعلمها لك؟ ايه الرسالة من وجود الشخص ده في حياتك؟ تجتهد في العمل، تجتهد في شغلك، تقدر على التحديات والمواجهات. مهما كانت الحاجة محتاجة مجهود انت تقدر تعمله، مهما كانت الحاجة بتسبب لك ألم ووجع دماغ ووجع راس انت تقدر تعمل. عندك القدرة والكفاءة ان انت تبذل المجهود، وان انت قد التحدي وقد المجهود ده. الشخص ده جاي يعلمك ايه؟ جاي يعلمك ايه الشخص ده؟ ايه حكمة وجود الشخص ده او دخول الشخص ده في حياتك؟ ايه حكمة وجود الشخص ده؟ ايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ يبقى عندك شغف تاني للحياة. يمكن انت كنت بتمر بفترة فقدان الرغبة في الحياة اصلا. يمكن على فكرة، يمكن البعض هنا، يمكن انت الشخص ده جالك في فترة ألم، في فترة وجع. أساسا انت كنت موجوع، انت كنت متألم. يمكن كان البعض هنا خلاص مش عايز الحياة دي، انا عايز مش عايز اعيش. ولبعضكم كان كده. الشخص ده جه عشان يرجع لك شغفك في الحياة تاني. تخيلوا بقى، للبعض هنا الشخص ده جه يرجع لك رغبتك وتمسكك في الحياة، رغبتك وتمسكك في الحياة. ربما الشخص ده للبعض جه يخفف عنك آلام ما، جه يخفف عنك شيء ما. ايه رسالة او حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة والحكمة ان الشخص ده اتوجد في حياتك؟ تهتم بنفسك. تخيل بقى، ربما انت جالك فترة على نفسك ما كنتش بتهتم بيها بنفسك، في فترة الألم اللي انا بكلمك فيها دي، عدم الرغبة في الحياة. انت ما كانش عندك رغبة في اي شيء، انت كنت زاهد الحياة دي اصلا. الشخص ده جه يرجعك تاني لشغفك، لشغفك، لجمالك. يمكن انت لو سيدة نسيتي نفسك، نسيتي ان انت سيدة وعندك احتياجات وعندك اهتمامات، ولازم تاخدي بالك من اكلك ومن صحتك ومن جسمك. جه يرجع الكلام ده، جه يرجع الكلام ده. اشوف مستقبلي، شغلي، عملي، اناقتي. ايه اللي دهولني في نفسي كده كده؟ هو جاي بقى يفوقك على الصدمه. انا ايه اللي بهدلني كده؟ انا مش انا يا دكتور. عارفين الفيلم ده، انا مش انا يا دكتور؟ اهو الشخص ده جاي يوريك نفسك الحقيقيه. انت مش ده، انت واحد محب للحياه، انت واحد شغوف بالحياه. ارجع تاني زي ما كنت. حاجه زي كده هنا. ايه هدف الشخص ده من دخوله في حياتك؟ ايه رساله الشخص ده في حياتك؟ ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ ربما حكمة الشخص ده في حياتك ان هو يكون معاك أسرة، او دخل في حياتك بسبب الرسالة دي، انه جاي يعمل معاك بيت وأسرة، او انتوا مكتوبين لبعض، او في استقرار مع بعض. وعلى فكرة حتة المادة دي جاية كتير قوي. انت لازم تهتم بمادياتك، لازم تشتغل على نفسك. الشخص ده جاي يعلمك كده. لازم يبقى عندك استقرار مادي ليك بتاعك، for your own، ان انت تبقى مطمن مفيش حد بيتحكم فيك ماديا. فاهمني؟ ايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه رسالة الروح دي ليك؟ الرسالة بتاعته ايه؟ جالك ليه؟ ايه حكمة تواجده في حياتك؟ توازن ما بين الامرين. يمكن انا بقول لك هي القصة دي، بس انا مش عارفة انت كنت مين فيهم. هل انت كنت روحاني ومش مركز في الارض، ولا انت كنت ارضي ومش مركز في الروحانيات؟ الشخص ده جه يعمل توازن ما بين العالمين ليك، ما بين العالم المادي والعالم الروحاني. طيب خليني اخد لك سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده، او ايه خطوته اللي جاية؟ دي رسالته ليك. طب هيعمل ايه اللي جاي؟ ايه الخطوة بتاعته اللي جاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه خطوة الشخص ده اللي جاية ليك؟ ايه خطوته اللي جاية ليك؟
تشافي. ربما في حد محتاج تشافي، انت او هو، في تشافي جاي في العلاقة دي. في تفكير قوي قوي الشخص ده بيفكروا فيك او بيفكروا خلال الفترة اللي جاية، او بيوزن امور العلاقة، انا عملت ايه ما عملتش ايه. في تشافي هنا بإذن الله، تأمل، صلوات، دعاوي، حاجة زي كده هنا. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل قريب. ايه خطوته اللي جاية تجاهك؟ الشخص ده هيجي يعترف لك بالحب، إذا ما كانش معترف بالحب، إذا مزعلك الشخص ده هيجي يصالحك، هيجي يعبر لك عن مشاعر معينة، هيبقى كفء ليك الشخص ده، لان انت ظهرت لي في الكوين اوف كابس، هو جاي لك الكينج اوف كابس، كانه بيتشافى او بيتغير وبيتحول علشان يبقى لك الحاجه اللي في مستواك او اللي قدك. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقه العاطفيه ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. ما شاء الله يا حبيبي، في نصره للعلاقه دي، ايا كان وضعك مع الشخص ده ايه، انتوا مع بعض متجوزين حتى، في نصرة للعلاقة، هتتحسن للأحسن والأحسن والأحسن. إذا ما اعترفش الشخص ده هيجي يعترف، إذا بخس حقك في حاجة وبخس قدرك في حاجة يجي يرد لك قدرك تاني. نجاح للعلاقة دي، وإن شاء الله تطور ونصرة للعلاقة دي، أيا كان مستوى العلاقة إيه. لو منفصلين راجع لك الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. بصوا، يعني الشخص ده ربما انعزل عشان يلاقي وضوح، نور ما في حياته، حكمة، إرشاد إلهي. الباب ده، الشخص ده لو كان قفل الباب في وشك خلاص، هو هيبتسم لك وهيفتح الباب. على فكرة هيبتسم لك ويفتح باب قلبه ليك، زي ما تقول في نور جاله، إرشاد إلهي جاله. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. الشخص ده هيبعت لك رسالة، جاي يتكلم معاك، عنده الرغبة في الكلام، عنده الرغبة، يمكن الرغبة في الكلام والرغبة في التواصل بعد مدة قطع، بعد مدة سكون. هنا تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. يمكن هيجي يحط لك قواعد، هيجي يقول لك احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انا استخلصت من فتره قعدتي لوحدي كذا وكذا هيجي يحط لك نقط كده بحكمه، يعني عارفين بحكمه كده. انا توصلت للامور الفلانيه، احنا هنعمل كذا، كانه خطه، كانه وضوح ما، التزام ما. تطور العلاقه العاطفيه ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. على فكره امنيه حب هتتحقق يا حبايبي. شوف انت بتتمنى ايه في العلاقه دي واللي بتتمناه هيجيلك. شوف انت تمنيت ايه في العلاقة دي واللي انت تمنيته هيجيلك. عارفين انا سمعت اغنية ايه بتاعت نوال الزغبي، اللي تمنيته في احلامي دلوقتي لقيته. مش عارفة ايه بقيتها بقى. ربنا يفرحكم ويحقق لكم كل امانيكم يا حبايبي. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في حد هيتعلم السيطرة على مشاعره، حد هيبقى قوي واضح، ما بيخافش من حاجة. على فكرة الشخص ده كان متمرد، فانت سيطرت عليه. على فكرة سيطرت عليه. برج الأسد هنا ايه معانا؟ برج الأسد قوي جدا. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده تواصل يا حبيبي، تواصل بعد انقطاع. للي منقطعين هنا على فكرة ما بيكلموش بعض، أبشر، في تواصل يا حبايب قلبي. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده، في عرض هيتقدم، اعتذار، قلب أبيض، هنتعامل بقلب أبيض، هنتعامل بمصداقية. اعتذار هيتقدم لك، عرض ما هيتقدم لك. الشخص ده هيجي يتكلم معاك على فكرة بعد صبر، بعد ما صبرت عليه، وبعد زعل، وبعد بلوك كمان جايز، وبعد رفض، سعادة. بعد كل اللي انا بقول لك عليه ده، بعد اللي حصل ده في العلاقة، واكتب لي قول لي في سعادة جاية للعلاقة دي يا حبايب قلبي. خليني اخد لك اوريكلز، انت ايه اللي مطالب منك؟ ايه المطالب منك الفترة اللي جاية علشان تسرع من طاقة الشخص ده يجيلك ويحصل استقرار، او الدنيا تتحسن ما بينكم اكتر واكتر؟ ايه اللي مطالب منك؟ كراون شاكرا. pay attention to your idea، لان الايدياز اللي بتجيلك دي رسائل ربانية،
وبيقول لك الاجابات اللي انت كنت بتدعيها في صلواتك جايه. ايه اللي مطلوب من حبيبي اللي بيسمعني؟ ربما انتوا على فكره روحانيين وشكرة التاج عندكم مفتوحه، بس هو بيقول لك ركز في احلامك، ركز في الرسائل اللي بتجيلك. انتوا ربما علاقه توأم شعله حبايبي للبعض، دي علاقه توين فليم. اعمل تجذر يا حبيبي. بص نازله تحت ايه، لا اله الا الله. انت محتاج يبقى لو انت حد روحاني وعلى طول في الروحانيات وعلى طول انت سارح فوق وروحك فوق وانت في الابعاد العليا وسايب الارض وسايب الاستقرار، لا بيقول لك ركز على الماديات. نفس الرساله اللي الشخص ده جاي يعلمها لك. ويقول لك احضر سيمينارز، احضر ورك شوب، اشتغل على نفسك. شغلك على نفسك ده هيعرفك رسالتك اصلا في الحياه ايه. بيقول لك be open to teaching and learning. ابقى مستعد ان انت تعلم الناس حاجه وانت تتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلوب منك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ايه؟ انت من اطفال الانديجو، انت من اطفال الانديجو. انت هايلي سنسيتيف، انت اصلا انسان حساس جدا جدا جدا، وانت اصلا ليدر وشخصية حساسة وعندك قدرات شفائية على فكرة من حساسيتك دي. انت يعني اللي بس تلاقي الناس جاية تتكلم معاك كده وترتاح لك، حتى من اول مرة يحبوك ويرتاحوا لك ويقولوا لك على مشاكلهم، لان انت فيك طاقات شفائية يا حبيبي يلي بتسمعني. طيب اسأل انت سؤال ونشوف البندول هيرد علينا يقول لنا ايه. ماشي يا حبيبي؟ انا مش هسأل. شوف انت السؤال اللي انت عايز تسأله اسأله ونشوف الرد على السؤال ده هيكون ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرد على السؤال اللي حبيبي اللي بيسمعني سأله؟ ايه الرد على السؤال اللي حبيبي اللي بيسمعني سأله؟ ايه الرد على السؤال اللي حبيبي اللي بيسمعني سأله؟ ايه الرد على السؤال؟ الإجابة نو. اكتبوا لي بقى سألته ايه. يقول لك لا. لا يا رب تكونوا سألتوا سؤال يعني تكون إجابته لا دي تفرحكم. ماشي يا حبايب قلبي، أتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعادة. أتمنى تكون فهمت إيه اللي المفروض يتغير، إيه رسالة الشخص ده ليك. لو فهمت الرسالة الاتحاد يقرب أكتر أو الصلح يقرب أكتر، إذا أنت اشتغلت على نفسك واشتغلت على الرسالة، اشتغلت على تغييرك اللي لازم تغيره، الاتحاد يحصل اكتر. لان انا هنا بنلي ان البعض منكم في علاقة توأم شعلة. ربنا يسعد قلوبكم يا حبايبي. وطلع لنا فعلا ان دي علاقة قدرية، لان الشخص ده شايفك توأم روحه وشايفك اكتر حد مناسب ليه. اتمنى لكم يا حبايبي كل الخير، كل الحب، كل السعادة. ما تنسوش يا حبايبي تدعموا الفيديو باللايك. اللايكات بتبقى قليلة جدا على المشاهدات بصراحة. اتمنى تعملوا لايك، اتمنى تشتركوا في القناة، اكتبوا لي تعليق جميل زيكم، قولوا لي انت حسيت بالقراءة ولا لا. متشكرة لكم جدا. كانت معاكم قناة ستار داست روت ان ارابيك. مع السلامة. اهلا بيكم حبايبي اصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا حجر الاميثست. حجر ده طولك هنا. مجموعة الحروف هسيبها لك يا حبيبي في صندوق الوصف. حبايبي انا قراءاتي طاقة مفتوحة من اي وقت انت تسمع فيه الفيديو للجنسين. عايزين ترجعوا لاي فيديو من بداية قناة ستار داست روت ان ارابيك او قناتي التانية، ارجعوا لاي فيديو بس اضمروا نيتكم. انت داخل تسمع لمين، ايه الرسائل اللي انت محتاج تسمعها، وان شاء الله تلاقي رسائل تفيدك. متشكرة لكم جدا يا حبايبي على دعم الفيديو باللايك. دايما نفتكر ان الطاقة اخذ وعطاء. اللايك مهم يا حبايب قلبي. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. بسم الله الرحمن الرحيم. متشكرة جدا لحبايبي اللي بيدعموا الفيديو بالسوبر ثانكس. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الأول طاقتك ايه يا حبيبي عشان تتأكد ان القراءة دي مناسبة ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ ما شاء الله تبارك الله. انت حد على فكرة واثق من نفسك جدا ومعتز بنفسك جدا وشخصية كده في نفسك وواثق من نفسك وبتاخد قرارات صائبة وانت شخصية ناجحة. ما شاء الله عليك ما شاء الله. يعني عارفين عندك عزة نفس كده، عندك عزة نفس.
طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ بالانس. انت بتحاول تصبر، بتحاول تلاقي الشفاء في حياتك، بتحاول تلاقي التوازن في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ لا ما شاء الله عليك، على فكرة انت شخصية مخططة، شخصية حكيمة، تتميز بالحكمة، بالتخطيط، بتعرف تدبر وتخطط في صمت. مهتم بجسمك، مهتم بنفسك، مهتم بشغلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ ربما انت مسافر في شغل ولا حاجة، او انت في المصيف دلوقتي، بتعمل يعني فترة كده هدوء. ابعد عن الدوشة. عارفين لما نقول ابعد عن الشر وغني له؟ اهو انت كده بعيد عن المشاكل، بتريح دماغك حاجة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ مش بقولك انت عايز تريح دماغك، انت عندك قلق، في قلقان من شيء وبتدعي ربنا بحاجة، ما بتعرفش تنام، بتقوم مخضوض مفزوع من النوم، بتتمنى حاجة من ربنا. في قلق، في قلق انت عايش فيه دلوقتي، خايف على حاجة، بتفكر في حاجة بقلق بخوف. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، ربما انت يا حبيبي دلوقتي بتخرج مع اصحابك، بتتفسح، بتقضي وقت كويس مع عيلتك، اللي ما شاء الله عيلتك حاسة بيك، او الناس اللي حواليك حاسين بيك وبيحتفلوا بيك، بيفرحوا معاك. انت حاسس، انت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، انت احسن. انا حاسه ان انت احسن، في حاله احسن. آم، بتسمع نداء روحك، بتسمع نداء قلبك، حاسس بالوحده مع ذاتك، حاسس بالوحده مع ذاتك، الوحده فيك ومن نفسك. وانت شخصيه اصلا يعني كنت هقول عظيمه، العظمه لله. انت شخصيه ليك دور في الحياه، بتعلم الناس شيء، بتعلم الناس شيء، بتدخل الفرحه والسرور في قلب اللي حواليك اصلا. بتلاقي التوازن في ده، بتلاقي التوازن في العطاء. انت شخصيه معطاء وبتقدم كتير وبتصبر كتير. انت محتار ما بين شيئين، مش عارف تختار، وعدم اختيارك ده بيرجعك لورا شوية. انت من النوع اللي مسلم امرك لله، سلمت امرك لله، وعارف ان ربنا الخطة بتاعته انسب منها مفيش، ان ربنا معاك، ان ربنا حواليك. يعني عندك شيء من الحكمة. انا بقولك ان انت شخصية حكيمة اصلا، وشخصية اصلا بتدي للي قدامها علم ومعرفة. ربما انت، بص، اللي مخليك عايش متوتر كده، انت بتحب حد على فكره. هو في طبعا الشخص اللي انت بتسأل عنه ده حبيب قلبك وبتحبه كل شيء، بس انت عارف ايه اللي موترك من الشخص ده؟ ان انت بتراقبه، ان انت بتراقبه كتير. عارفين اللي هو ايه؟ هو قاعد على الواتس ولا لا، هو فاتح الفيس ولا لا، هو على الانستا ولا لا، على السناب ولا لا، وتدور عليه هنا وتدور عليه هنا وتدور. يمكن ده اللي موترك او ده اللي قلقك. ماشي، دي طاقة حبيبي اللي بيسمعني. خليني اقول لك الابراج اللي ممكن تكون انت منها او الشخص ده منها: برج الثور، برج العقرب، برج الاسد، برج الدلو، برج الاسد تاني، برج القوس، برج الاسد كمان مرة، برج الدلو، برج الجوزاء، برج السرطان، برج الحمل، برج الميزان. وكل الطاقات الهوائية موجودة. ده ممكن تكون انت او الشخص اللي انت بتسأل عنه. طيب خلينا نشوف بقى طاقته هو ايه. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ايه؟ طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ايه؟ طاقته هو ايه؟ بصوا ده لافرز، حاسس بحب حقيقي. الشخص ده، الشخص ده حاسس بحب حقيقي هنا، بيحب الشخص ده. ربما واقع في اختيار وعايز الاختيار ده يختار بقلبه، هو عايز كده الاختيار يبقى من القلب. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده تعبان على فكرة، في تعب عنده، في قلق، في نهاية ما. هل ربما الشخص ده كان في زواج وبينهي الزواج ده للبعض كده يعني، او للبعض انتوا منفصلين انت والشخص ده جايز. واذا في فعلا في هنا طاقات الناس اللي منفصله، الشخص ده متألم جدا في الانفصال، لانه بيحبك، هو شايفك انت اصلا اكتر حد مناسب ليه، شايفك اصلا اللي قلبه اختاره، اللي القلب اختاره هو انت.
اذا اللي هنا منفصلين. طاقة متألم، الشخص ده تعبان. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه في وضوح، في قرار ما وصل له الشخص ده، حقيقة معينة توصل لها، عايز بداية جديدة، يمكن بيفكر في بداية، أبدأ تاني من الأول إزاي، أبدأ القصة هنا من الأول إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، ربما عامل ما بينك وما بينه حدود، عامل ما بينك وما بينه حواجز، او ما بينه وما بين الكل بقى. يمكن التعب ده شيء هو تعبه، هو فيه ألم، هو عنده متألم، مالوش دخل بيك، جايز للبعض كده. الشخص ده عامل حواجز يعني بيدافع عن نفسه في طاقة استعداد، طاقة تأهب. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، اللي هيقول لي كلمة هرد عليه 10، لا انتوا مش هتقدروا تعملوا حاجة معايا، اللي هيتخانق معايا انا مستعد كده. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه في قلبه حب. شوف، رغم القصة اللي انا بقولك عليها وان هو مقرر شيء ومستعد للخناق وتعبان وكده، لسه الحب في قلبه الشخص ده، لسه الحب في قلبه، لسه عنده مشاعر، لسه عنده مشاعر الشخص ده. على فكرة ربما الشخص ده في زواج، جايز للبعض دي طاقة جاية لي، الشخص ده في زواج وبينهي الزواج ده، حاجة زي كده. احتمال كبير جدا يا حبايبي الشخص ده يكون بينفصل عن زواج، احتمال كبير أوي، لأن هنا دي طاقة حد متجوز، والاتنين اللي بعدهم على طول انهيار، ده كارت التاور ده، وده كارت التين اوف سورد، فده بينهي شيء ما. وهنا حتى بيقول لك let go of belief system that no longer work for you. يعني ربما الشخص ده بيحول حياته، بيشقلب حياته، بيغير حياته. لا 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 لا، ده الشخص ده بينفصل على فكرة. أو في حاجة قوية جدا هنا، في حاجة قوية، يا إما بقى للبعض إذا الشخص ده مش في زواج وبينفصل من زواج، دي علاقة روحية وانتوا في انفصال، حصل انفصال، والانفصال ده مدوي وموجع، موجع. انت شوف بقى السيناريو بتاعك ايه. الشخص ده واخد، يعني عنده شعور بالهزيمة وبالفقد وبالوحشة وبالحسرة وبالخذلان، تم خذلان هذا الشخص. الشخص ده واقع في اختيار، لازم يختار شيء. انا قلت لك هنا لازم يختار شيء، في اختيار هنا لازم يعمله الشخص ده، وهو مسلم اقداره لله. وربما للبعض زي ما قلت لكم دي علاقة ثلاثية يا حبايبي، للبعض دي علاقة ثلاثية، طاقته هنا قوية قوي. طيب خليني اقول لك الابراج اللي ممكن الشخص ده يكون منها. برج الجوزاء مرتين، كل الطاقات الهوائية. برج الاسد، كل الطاقات المائية موجودة. برج الحمل، برج العقرب، برج الدلو، برج الميزان، برج الثور، برج الدلو، برج الاسد، برج العقرب. ممكن دي انت او الشخص ده، ومش بالضرورة الابراج يا حبايب قلبي. طيب خليني نشوف لك مشاعره، مشاعر الشخص ده تجاهك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شعور الشخص ده تجاهك ايه، مشاعر الشخص ده تجاهك ايه، مشاعر الشخص ده تجاهك ايه، مشاعر الشخص ده تجاهك ايه. صابر صابر صابر، الشخص ده بيقيم وضع العلاقة، بيشوف هو ادى ايه في العلاقة دي، خد ايه من العلاقة دي، هو حاسس انه استثمر في العلاقة دي، بذل فيها مجهود ما، مستني عطاء بقى مقابل مجهوده اللي عمله في العلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه، مشاعر الشخص ده ليك ايه. لا ده الشخص ده حزين قوي قوي قوي. اوعى تقولي الانفصال القوي ده معاك، اوعى تقولي الانفصال الجامد ده معاك، ده حزين موجوع متألم. عارفين اللي هو ايه، وكأنه صابر على الألم، صابر على الحسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه، ده بيتمنى شفاء للعلاقة. مش انا قلت لك كده، كأنه بيفكر ارجع اللي كان ازاي، او ارجع الماضي ازاي. الشخص ده بيتمنى شفاء للعلاقة، بيتمناك جدا الشخص ده على فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في زعل، لو في خذلان، الشخص ده عايز يصلح. مشاعر الشخص ده ليك ايه، يعني بيحس معاك بالتفاؤل، بالفرحة، بالانرجي، بيبدع، هو بيبقى كرييتيف، عنده وقت ان هو
عنده الرغبة ان هو يشتغل، الرغبة ان هو يغير، عايز يرجع. يعني لو في انفصال ما بينكم والقصة القوية اللي هو حاسس بيها دي كانت اتجاهك انت عايز يرجع العلاقة دي من الاول وعايز يصالح. على فكرة مشاعر الشخص ده الحقيقية ايه؟ طيب مشاعر الشخص ده ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ الشخص ده بيفكر بالحكمة، يعني بيفكر بحكمة في قراره، يمكن بيفكر بحكمة في قرار الرجوع، بيفكر بعقل في قرار الرجوع. ارجع ازاي؟ اعمل ايه؟ ايه العرض اللي اقدمه وما يترفضش؟ ايه الاوفر اللي اقوله وما يترفضش؟ ما يبقاش عنده فرصة انه يقول لي لا. حاجة زي كده هنا. مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ عايز يبدأ معاك بداية جديدة بس مش عارف ازاي. انت بتخليه سرحان، بتخليه يفكر، يتفائل، يعني بينطلق كده في الحياة، بتخليه كده عايش كده في طاقة كده. كأنك رحلة. عارفين لما بنبقى متحمسين لرحلة كده؟ هو كده متحمس يبدأ معاك رحلة، هو مش عارف الدنيا هتمشي ازاي بس يلا انا عايزة اروح معاه، انا عايزة انطلق معاه. ربما انت حسيت منه ان هو مش عارف يلتزم، يعني إيه؟ انت حسيت منه احساس بعدم الالتزام جايز. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ ربما متباعد عنك الفترة دي جايز لان انا شايفة الشخص ده حتى لو مش معاك، يعني اللي في طاقته ده حتى لو مش انت او الانفصال مش معاك انت، الزعل اللي في الشخص ده مأثر على علاقتك معاه ايا كان بقى ده منك ولا يعني الزعل ده ليه علاقة بيك ولا ليه علاقة في حياته عامة. الشخص ده منعزل، يعني جاي له اكتئاب دلوقتي، بيحاول يبعد، هو مش عارف يتعامل مع حد او مش عارف يعني عارفين اللي هو قادر بس يقوم يعمل الالتزامات اللي عليه بالعافية. هو كده كأنه بس بيعمل خطوة خطوة بيبي ستيبس كده، مستني إرشاد إلهي، مستني نور ما يرشده في الطريق. مشاعر الشخص ده تجاهك إيه؟ يمكن متباعد عنك يا حبيبي، وعلى فكرة إذا هو متباعد هو زعلان، هو مش فرحان بالبعد ده، هو على فكرة هو متأكد إن علاقتك دي علاقة قدرية، هو متأكد وبيتمنى أقدار معاك، هو بيتمنى إن ربنا يكون كاتب شيء ما بينك وما بين الشخص ده، يعني بيتفائل بيك. بقولك يعني كأن الشخص ده متفائل بوجودك وعايز يبدأ معاك بداية جديدة. على فكرة في اختلاف ما بينكم، في اختلاف ما في واحد اعتقد انت، على فكرة انا شايفة الاختلاف ده من هنا. في واحد يا سلام عليه وعلى الفرحة اللي هو فيها وعلى الإحساس اللي بيديه والاندفاع والانطلاق والمرح عارفين سعاد حسني، كاركتر سعاد حسني، الشخص اللي محب للحياة ومنطلق وهو كده. هي في حد الطاقة دي، الطاقة المرح والفرح والسعادة ما يبانش عليه حزن ولا زعل، حتى يكون هو زعلان ومتضايق بس ما يبينش. وطاقة حد تاني بقى، يعني انت عارف انا جايلي مين من الممثلين؟ فاكرين زكي رستم؟ حد كده كبير وعجوز في نفسه، حتى لو مش هو عجوز هو معجز نفسه بنفسه، والماديات والدنيا والفلوس، واعمل ايه؟ في اختلاف في السرعات يا سيدي، في اختلاف هنا، في اختلاف ما. انت شيء وهو شيء، انت كاركتر وهو كاركتر، انت منطلق للحياة، هو ممكن يكون شخصية كئيبة بطبعه، حتى لو مش كئيب هو في شخصيات كئيبة بطبعها، طاقتها داون على طول، هو في حاجة كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الشخص ده عشان كده منجذب لك قوي لان انت غيره خالص، يمكن. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ هو بيلاقي التوازن معاك، مش بقولك انتوا مختلفين عن بعض خالص، ولكن وجودكم مع بعض يحقق التوازن. عارفين انا جالي مين دلوقتي؟ صورة مين؟ مش هتصدقوا، ربما اللي في الطاقة دي يقول لي. فين اللي هي اسمها ايه؟ مارلين مونرو، وكانت متجوزة عالم، يعني حاجة. شوفوا بقى الاختلاف، جات لي دي بتأكد لي تاني، كانت متجوزة عالم كبير او حاجة زي كده، وهي مارلين مونرو
يعني القمر الجمال وهو بنضاره وساينتست تقريبا حاجه زي كده. هو بقى في شيء كده هنا، في اختلاف هنا، ولكن بتجدوا مع بعض السعاده. انت شيء وهو شيء، ولكن بتكملوا بعض. مشاعر الشخص ده تجاهك ايه؟ مشاعره الحقيقيه ايه من جوه قلبه؟ على فكره يا حبايب قلبي، في دعوه ما هنا ان شاء الله مستجابه باذنك يا رب. في دعوة مستجابة، ولكن العلاقة دي عايزة صبر. من قبل ما اقول اي حاجة، انتوا بتراقبوا بعض على فكرة، وعينيكوا على بعض على طول. عينيكوا على بعض على طول، وهو مستني ان انت تبعت له رسالة. كل واحد مستني الاخر انه يتواصل. وعلى فكرة عنده الرغبة في العطاء، وعنده الرغبة في انه يدي، حتى لو بيبين لك وش الحزم. ولكن العلاقة دي عايزة صبر. القصة هنا عايزة صبر، وفيها دعوة مستجابة يا حبايب قلبي. يعني هو بس انت تبقى صبور شوية على الشخص ده. طيب دي مشاعره ليك. خلينا نشوف بقى ايه الرسالة اللي جاي. قابلته ليه ده؟ قابلته ليه لو في الاختلاف في الكاركترز قوي كده؟ لو انت شيء وهو شيء، بجد انا جايلي الطاقة دي جدا. انت بقول لك شوفوا المثلين اللي انا اديتهم، هو انا شايفة الصورة كده. ايه سبب وجوده في حياتك؟ ايه الحكمة الالهية اللي بقى اللي جايه لك من معرفتك للشخص ده؟ ايه الرسالة اللي هو جاي يعلمها لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رسالة وجود الشخص ده في حياتك؟ وإذا فهمنا الرسالة، على فكرة القصة بتتحل. إذا فهمنا الرسالة، العقد اللي ما بيني وما بين الشخص ده بيتغير، أو مش بيتغير، بيتحل. إذا كان هو عقد قارمي، فأنت خلاص عرفت الرسالة، يا إما بيبعد بقى الشخص ده اما بنفهم الرساله، يا اما بيبعد خلاص هو ادى دوره، يا اما العلاقه بقى ربنا يغير لك الشخص ده ويحوله لك، لان انت فهمت الدرس، يخليه لك بقى زي ما انت عايز، تسعد بقى معاه وتفرح معاه وتبقى مبسوط. يا اما يمشي من غير الم، ولا انت تبقى متالم ولا هو متالم، هو ادى الدور بتاعه ومع السلامه عليكم، انت استلمت الرساله في ايدك، مع السلامه عليكم وعليكم السلام. يا اما هيتغير ويتحول. اذا في اقدار ما بينكم، انا شايفه ان شاء الله يا رب في قدر جميل ما بينكم، في قدر جميل، قدر جميل باذنك يا رب. فافهم الرساله. شوف بقى الرساله ايه، الحكمه الالهيه من وجود الشخص ده في حياتك، ايه رسالته في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكمه دخول الشخص ده في حياتك؟ ايه الرساله اللي المفروض تعرفها من وجود الشخص ده في حياتك؟ بسم الله. ماشي. على فكرة هو بصوا، أنا دي بشارة، هي دي بشارة. الأول هقول لك البشارة دي بيقول لك الأماني هتتحقق، والأحلام هتشوفها. الأماني والأحلام هتتحقق، الأمنيات اللي كنت بتتمناها تجاب ليك، وأنت داخل على ماجيكال تايم اوف يور لايف. كأنه عوض بقى. عارفين العوض؟ أما أقول لكم العوض، يمكن جاي يعلمك الرضا، جايز جاي يعلمك الرضا، ويمكن جاي يعلمك الشخص ده ان انت ما تبذلش فوق طاقتك. بمعنى ايه؟ يمكن انت حد معطاء زياده عن اللزوم، بتدي وبتجتهد انت. لا، هو جاي يقول لك اقعد مكانك شويه، اقعد مكانك وغيرك بقى يقدم لك. اقعد مكانك، اقعد ثابت في مكانك، وغيرك يديلك، وغيرك يبذل عشانك مجهود. كفايه المجهود اللي انت بتعمله. ماشي. طيب نشوف ايه تاني. ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده؟ ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة اللي جاي يعلمها لك الشخص ده، وايه الحكمة من دخوله في حياتك؟ ده جاي عشان يعلمك الرومانسية ده ولا ايه؟ يمكن جاي الشخص ده يعرفك على مشاعرك اكتر. يعني يمكن انت من النوع اللي ما بتعبرش عن مشاعرك، فجاي يعلمك ان انت تنفتح للحب وتعبر عن مشاعرك، او تقول اللي جواك. يمكن انت حد صامت، ما بتتكلمش، ما بتعبرش عن المشاعر، هو عايزك كده تعبر عن، جاي يعرفك تعبر عن مشاعرك، يبقى عندك القدرة ان انت تقول اللي جواك، تقول اللي جواك. على فكرة هو جاي كرسالة برضه، هو رسالة حب، هي رسالة حب الشخص ده. يعني بص هنا الرسالة بتقول ايه، falling in love suddenly. يمكن الشخص ده دخلك في الحب مفاجأة. being swept off your feet، يعني تأثير الشخص ده عليك بيخليك تطير من على الأرض طير. فبيقول لك ايه،
ان الشخص ده برضو جاي يعلمك انك انت لما بتطير كده من الحب لازم برضو تبقى grounded during a very emotional experience، يعني يخليك ثابت على الارض رغم الحب الشديد اللي ما بينك وما بينه. طيب نشوف ايه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقوني حسيت بالحب هنا في قلبي، يعني في حب جامد قوي ما بينك وما بين الشخص ده، في حب جامد، ربما ما بينك وما بين الشخص ده عقد حب، دعم، حب، يا انت بتديهوله يا هو بيديهولك. يمكن الشخص ده بيديك حب لا مشروط، يمكن انت امنية للشخص ده اصلا، يعني بيتمناك. خلينا نشوف رسالة الشخص ده ليك ايه. يعلمك جايز الحب اللا مشروط، جايز تقديم الشخص ده قدم ليك حب لا مشروط على فكرة، لان هنا الكارت ده بيبقى معاه كوباية واحدة وهنا 9 كوبايات 10 كوبايات. الشخص ده جاي يدخل السعادة في حياتك على فكرة، جاي يدخلك سعادة في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رسالة الشخص ده وايه حكمة دخوله في حياتك؟ ايه رسالة الشخص ده وايه حكمة دخوله في حياتك؟ يعزز لك، شوف بقى الشخص ده جاي يعزز لك ثقتك في نفسك. شوف انت الثقة اللي جات لك واللي كنت شايفاها في طاقتك من حب الشخص ده فيك. تخيل بقى، واكتبوا لي في التعليقات الشخص ده بيحبك لدرجة يخلي عندك ثقة في نفسك، يحبك لدرجة ان انت لأول مرة إحساسي بيقول لي إن لأول مرة حد يعني يغدق عليك مشاعر الحب لدرجة إن أنت تكون واثق في نفسك. عارفين اللي بيحب حد رغم كل العقبات، رغم كل المشاكل، رغم كل الاختلافات؟ فهي حاجة زي كده. الشخص ده اداك ثقة في نفسك يا حبيبي، وعلمك الثقة في نفسك، وعلمك من رسايله ان انت تقدر كمان قيمة نفسك وتعرف. مش انا بقول لك هنا، ربما انت كنت في حياتك انت اللي بتبذل المجهود وانت اللي بتبدي، وكانت التعامل في حياتك ان انت لازم تدي 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 عشان اللي قدامك يرضى عنك. الشخص ده زي ما تقول جه عرفك الحب لأول مرة، ان الحب برضو عطاء، عطاء ان انا اخد ودي. الشخص ده ادالك، اعطاك. اعرف قيمة نفسك، كأنه بيقولك اعرف قيمة نفسك، ده انت جميل، ده انت تتحب، ده انت قمر. الشخص ده ممكن يكون بيتغزل فيك، يقعد يقول لك كلام جميل، كلام ايجابي، يديك الثقة في نفسك ويحسسك بقدرك، بقدر قيمتك وبقدر نفسك. رسالة الشخص ده ليك ايه؟ رسالة الشخص ده ليك ايه؟ ايه الحكمة من وجود الشخص ده في حياتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرسالة، ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ ما تخافش من التحدي، ما تخافش من المواجهة. يمكن انت عندك تحديات كتيرة في حياتك، بيقولك ما تخافش، ما تخافش منها. انت عندك القدرة ان انت تواجه، عندك القدرة ان انت تدافع وتنجح. ويمكن انت كنت شخص بيتجنب الدخول في مشاكل، لا بيقولك خلي عندك من الثقة في النفس، خلي عندك في الثقة في النفس. انت ما تخافش من المواجهات، تخش في قلب التحديات وهتكسب وهتنجح. ايه رسالة الشخص ده ليك؟ ايه رسالة الشخص ده ليك؟ ايه رسالة الشخص ده ليك؟ ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ تركز على فرصك المادية، تبدأ بدايات مادية جديدة في حياتك. يمكن الشخص ده شجعك على تبدأ مشروع جديد، يمكن الشخص ده شجعك ان انت ما تخافش ان انت تستثمر في حاجة جديدة، في فرص مادية جديدة. ركز على مادياتك جايز. ايه الرسالة، ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ يمكن الشخص ده قدم لك فرص، قدم لك فرص. لما جات لك الثقة في نفسك ما بقتش تخاف ان انت تبدأ مشروعات جديدة، او تلاقي لا ده في فرصة، لا ده انا عندي الكفاءة ان انا اشتغل، لا ده انا عندي الكفاءة ان انا ادي، لا ده انا عندي الكفاءة اوصل للبدايات اللي انا عايزها. ايه رسالة الشخص ده في حياتك؟ ايه رسالة وحكمة دخول الشخص ده في حياتك؟ تتشافى. الشخص ده ساعدك على التشافي، ساعدك ان انت تقعد كده تفكر في نفسك، وتقعد تفكر في اللي حواليك، وتفكر في الدنيا حواليك ايه، تراجع نفسك. يمكن قربك من ربنا اكتر الشخص ده، يمكن دخلك قربك من نفسك اكتر، ان انت تقدر تفهم نفسك. ايه التشافي اللي انت محتاجه، ايه الشيء اللي انت محتاجه علشان تعمله. يمكن علمك المديتيشن، التأمل، دخلك جوه نفسك الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحكمة، ايه الرسالة من دخول الشخص ده
في حياتك، ان انت بتبقى متدين اكتر. على فكرة الشخص ده ساعد على قربك من رب العالمين اكتر. واكتبوا لي في التعليقات الشخص ده قربك من ربنا اكتر بأيا كانت الطريقة، حتى لو كان بألم. هو ما ظهرليش هنا، بس حتى لو كان بألم، ان انت قربت من رب العالمين اكتر، اكتسبت حكمة ما، ابتديت طريق التشافي، ابتديت طريق علاج، حاجة زي كده. هنا ان انت الشخص ده رسالته ان انت تتبع رغبتك في ايه الباشن اللي عندك، وان انت ما تخافش ان انت تبرفورم قدام الناس. يعني لو عندك حرفة معينة انت شاطر فيها، يمكن الشخص ده شجعك على ان انت ابدأ مشروعك في الحرفة دي، ان انت تعرض شغلك على الناس، يعني كأنه اداك ثقة في نفسك، مش بس في شخصيتك او في حياتك البيرسونال، او انت بس تكتسب الثقة دي في نفسك وخلاص. لا، من كتر الثقة اللي اداها لك الشخص ده ساعدك ان انت تقدم احسن في شغلك، وخلاك احسن حاجه. يعني بيقول لك هنا بي ذا بيست ات وات يو دو. يمكن الرساله برضو كده ان انت ما تخافش. مش عارفه ليه بتكلم بصيغه الماضي، يمكن الرساله انت فهمتها وبتعملها. يعني انا بقول لك انه كان وكان وكان، انا حاسه والمفروض دي الرساله اللي انت تفهمها او تبتدي تنفذها. هل الشخص ده فهمك الحاجات دي اوريدي وانت استوعبتها وابتديت تعملها؟ عشان انا بتكلم بصيغه الماضي جايز، واكتبوا لي في التعليقات ايه الرساله اللي الشخص ده awakening. بصوا لا اله الا الله، الشخص اتقلب، الكارت اتقلب لوحده. بقول لك الشخص اتقلب لوحده. يمكن انت شقلبت حياه الشخص ده انت كمان، يعني زي ما كان هو ليه رساله انت كمان كان ليك رساله فيه. الشخص ده جه يعلمك الصحوه الروحيه، الشخص ده دخلك في صحوه روحيه. awakening فهمت شيء، فهمت يعني ايه صحوة، يعني ايه تغيرات، يعني ايه ألجأ لرب العالمين في ساعة الألم، في ساعة الحب. من كتر الحب بتلجأ لرب العالمين، يا ربي أنا بحبه. من كتر الألم اللي بتتألمه أو من كتر التمني اللي انت بتتمناه للشخص ده، انت دخلت في صحوة، دخلت في ان انت قربت من رب العالمين أكتر. انت غيرت نظرتك للحياة، غيرت نظرتك لرؤية الأشياء بسبب دخول الشخص ده في حياتك. وعلى فكرة الشخص ده بسببه انت حققت توازن. برضو بص انا بتكلم بالماضي، واكتبوا لي انتوا فهمتوا رسالة دخول الشخص ده اصلا من قبل الفيديو ولا لا، لان انا بتكلم بالماضي. ربما انت بتعمل كده، انت دخلت في صحوة روحية وبتوازن طاقة الانوثة وطاقة الذكورة عندك، جات لك تفتيحة عين معينة، شفت الامور بطريقة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سبب دخول الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة، ايه الحكمة من دخول الشخص ده في حياتك؟ تركز على شغلك على فكرة، وبتبقى حاد، تبقى حاد. be assertive when it's come to what no it's right. للحاجة اللي انت عارفها الصح ومتأكد ان هي الصح، تقف وتواجه لمعتقداتك كده. انا ده اللي صح، ده اللي المفروض يتعمل. شخصية حازمة عارفة مسؤولياتها ايه، ورغم هذا انت عطوف، وانت شخصية موهوبة. الشخص ده جه يعلمك مواهبك على فكرة، او جه يفتح عينك على المواهب اللي دفينة جواك وربما انت ما كنتش عارفها. ايه رسالة الشخص ده؟ ايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه رسالته؟ دخل حياتك ليه؟ جه ليه في حياتك الشخص ده؟ ايه حكمة دخوله في حياتك؟ ان انت تستثمر في الحاجات اللي بتخليك سعيد، ان انت تتبع رغبتك انت راغب في ايه اللي بيخليك سعيد وتعمله. يمكن خلاك تبدأ دراسة جديدة، يمكن خلاك تبدأ مشروع جديد، يمكن خلاك يعرفك على مواهب عندك، خلاك عندك الرغبة في الاستثمار. يعني تستثمر في مشروع، تستثمر في ماديات، أبدأ حاجة، أبذل مجهود على حاجة أنا مقتنع بيها ومؤمن بيها. ايه رسالة الشخص ده في حياتك؟ ايه رسالة وحكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ دي يعرفك ان الألم بيتشافى مع الوقت. sadness will heal with time. يعني الألم بيخف مع التوقيت مع الوقت. جه يعرفك ألمك، جه يشغل التعاطف اللي جواك حوالين الناس،
يمكن علمك العطف اكتر، علمك تفهم اللي حواليك اكتر، تحس بالألم اكتر. ما انت لما تحس، اما انت تتألم هتحس بألم الناس اللي غيرك. يمكن علمك ان ما تبقاش وحيد، وتلاقي الراحة حتى لو انت متألم في وسط الناس اللي بتحبهم وبيحبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرسالة وايه حكمة وجود الشخص ده في حياتك؟ يموت عندك الايجو، يموت عندك الايجو. الشخص ده جه يعلمك ان النفس مش هي النفس، الانا العليا مش هي الايجو اللي بنتعامل بيه، والنفس اللي بنتعامل بيها اللي كلها ماسكات، اللي بتداري، اللي بتخبي. مش بقولك دخلك في صحوة الشخص ده، دخلك في صحوة، ويمكن الشخص ده فوقك بجد على مثلا ماسكات انت كنت لابسها في التعامل، ما بتتعاملش من ذاتك العليا. دخلك هو في صحوات روحية، تفهم نفسك اكتر، تفهم آلامك اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سبب وجود الشخص ده في حياتك؟ ايه الرسالة، ايه الحكمة الإلهية من وجود الشخص ده في حياتك؟ على فكرة انتوا ربما علاقة باست لايف كمان للبعض، دي علاقة حياة سابقة. علمك الحب ما بيخلصش بالتوقيت. يعني يمكن انت كنت عارف الشخص ده من الماضي، او ما بينكوا يعني كنتوا عارفين بعض من زمان مثلا، وانقطعت العلاقة لفترة وانت لسه بتحبه وهو لسه بيحبك، حاجة زي كده. ان حصل لكم ريونيون بعد فراق، حصل لكم تجمع بعد فراق. هو كأن الشخص ده وجوده لغى فكرة التوقيت. يعني ايه؟ كأن لما بتشوفه بتتجدد مشاعر الحب تاني. كأن لما بتشوفه بتبقى بتنسى اي حاجة وتفتكر بس الشخص ده. لا، في حب هنا جامد قوي على فكرة. وربما زي ما بقولك انت عارف الشخص ده من زمان، يا اما ما بينكم حيوات سابقة. ربما الدرس برضو للبعض هنا ده درس كارمي للبعض. هي علاقات القدرية برضو، او العلاقات الكارمية فيها درس. يعني ديون ما لبعض، ديون ما لبعض. انت جاي، الشخص ده جه في حياتك في شيء عندك هو عايزه، وفي شيء عنده انت. في شيء عندك هو عايزه، وفي شيء عنده انت عايزه. في حاجة هنا، في لسه حاجة من الماضي متعلقة ما بينك انت والشخص ده على فكرة. شوف ايه بقى اللي ممكن يكون متعلق ما بينك وما بين الشخص ده. اعتذار، اعتراف، حد واخد من حد فلوس لازم ترجع. شيء دين يا حبيبي، اسمه دين كرمي عليك، لازم توفيه تجاه الشخص ده، يا اما من حياة سابقة يا اما من الحياة دي. ايه الدرس، ايه الرسالة، ايه الدرس، ايه الرسالة؟ ان انت ما تخافش من التحدي، ما تقلقش من التحديات. تبقى واضح في افكارك، واضح في قرارك، تاخد قرار قاطع وحازم. يمكن انت من النوع اللي بيتردد، ما بيعرفش ياخد قرار. مطلوب منك ان انت تاخد قرار، وان انت توازن امورك، ان انت توازن امورك مع الشخص ده، وما تبقاش خايف. او في حياتك كلها هو درس ان انت تاخد قرار قاطع حازم. ما تخافش من التحديات، ما تخافش من المواجهات. طيب خليني اقول لك ايه تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. ايه اللي ممكن يحصل ما بينك وما بينه؟ والمستقبل بيد الله يا حبايبي، ما هي الا طاقة، والطاقة متغيرة. ما نتعلقش بالنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. ايه اللي ممكن يحصل ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب؟ تو اوف كابس، في اتحاد يا حبايب قلبي. افهموا الرسالة وافهموا ايه اللي مطلوب منك واعملوا، وان شاء الله في اتحاد. ده التو اوف كابس في الديك دي اسمه التو اوف سمر، بس هنا التو اوف كابس معناها في اتحاد انت وهو. ربما انتوا توأم روح يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب؟
يمكن في اتحاد بعد رفض، يمكن الشخص ده رفضك، انت رفضته، عرضت الحب عليه وهو رفضك، هو عرض الحب عليك وانت رفضه، ولكن في اتحاد. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. بيقول لك do the right things for the right person. compare tradition versus the new. ربما فيها يا حبايبي اتحاد بزواج، حتى لو في ناس معارضة على الزواج ده. ربما في اتحاد بزواج حتى لو في ناس معارضة، حتى لو في اختلاف عادات وتقاليد، ربما في اتحاد بزواج. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في حد هيبقى حازم في قراراته، في حد هيبقى واضح هو عايز ايه. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. على فكرة ربما احتمال كبير قوي 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 يكون في ترسيم، احتمال كبير قوي يكون في ترسيم، حتى لو البعض رافض وجايالي طاقة أنثوية. ربما في طاقة هنا أنثوية للبعض يا حبايب قلبي، خدوا الكلام بتحفظ وبعقل وبفهم. ها، في طاقة أنثوية هنا عايزة انفصال من علاقة تانية، ربما عشان يحصل اتحاد، ترفضي حد تاني أو تطلعي من قصة تانية عشان يحصل الاتحاد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وخاصة إذا دي للبعض علاقات رباعية، للبعض علاقات رباعية هنا، فالعنصر الأنثوي لازم يحصل انفصال في قصتها عشان يحصل اتحاد مع توأم الروح للبعض. وأنا ما بشجعش حد على حاجة يا حبايب قلبي، كل واحد، أنا بس بقول الطاقات اللي بتطلع لي. أنا لا بشجع حد إنه ينفصل ولا بشجع، كل واحد بياخد قراره وأنت مسؤول عن اختيارك. الحياة اختيارات وكل واحد مسؤول عن اختياره وقراره. عشان مثلا في ناس بتتكلم تقول كذا وكذا وكذا، دي علاقات اوريدي الناس فيها، وربنا يلهم الجميع الرشد، ومحدش يحكم على حد بحاجة، محدش يعرف ظروف حد ولا يعرف دواخل حد ايه، رب العالمين بس اللي بيحكم. وصدقوني صدقوني صدقوني، اللي بيحكم على حد وبيبص له، انت تكره المعصية وتكره الحاجة الغلط، ولكن ما تكرهش الشخص او تذم في الشخص. لان صدقوني اللي بيعمل كده لازم يدوق من نفس الكاس، لازم يدوق من نفس الكاس، ان عاجلا او اجلا، ان عاجلا او اجلا. فما تحكموش على حد على حاجة، لان وحده رب العالمين هو اللي داري وهو اللي عالم وهو اللي شاهد بالقلوب. الصح صح ومعروف، والغلط غلط ومعروف، ولكن انت مش داخل جوه البني ادم، وانت مش رب العالمين عشان تحكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في عودة يا حبايب قلبي، في عودة للمنفصلين، أبشروا في عودة للمنفصلين. وفي تعبير عن المشاعر. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه، في فرحة وفي احتفالات. على فكرة ربما في زواج يا حبايب قلبي، في زواج، في زواج وباحتفال وبفرحة. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده، الله أكبر يا حبايب قلبي، في فرحة وفي سعادة، ولكن للطاقة الأنثوية اللي أنا بتكلم عليها، للطاقة الأنثوية اللي أنا بتكلم عليها، اللي ربما في انفصال، هيبقى في أحمال وأعباء عليك شوية جراء هذا الانفصال. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه، هتبدأوا رحلة مع بعض يا حبايب قلبي، في رحلة سوا، في بداية جديدة سوا. ربنا يفرحكم يا رب، ربنا يفرحكم. حب لا مشروط، حب لا مشروط يا حبايب قلبي، وبدايات جديدة. تفائلوا بالله خير، تفائلوا بالله خير. ربنا يديكم على قد صبركم، وربنا يديكم على قد نيتكم يا حبايب قلبي. طيب خليني اخد لك انت ايه اللي المفروض تعمله علشان تتحقق الطاقة الجميلة دي اللي هي جايه لك في المستقبل دي. يا رب بإذن الله تتحقق للي عايزها، ربنا يحققها للي عايزها يا رب. تصدقوا، استغفروا كتير، استغفروا كتير 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 يا حبايب قلبي. الاستغفار سحر، استغفار سحر سحر. استغفروا، استغفروا رب العالمين. طول ما انت قاعد اذكر الله بأي، انا بتكلم اي دين وبواجه اي دين. تصدق، اعمل افعال خير بالنية، اطلق النية وانت بتعمل الفعل. ايه اللي مطلوب من حبيبي اللي بيسمعني عشان يعجل بالطاقة دي وتحصل له بسرعة؟
emotionally sensitive، انت حد روحاني وحد حساس وحد عطوف بالناس، بيقولك honor and respect your deep sensitivity. يمكن في حد هنا بيزعل يقول انا ليه حساس كده، انا ليه كل لما اشوف فيلم حتى لو فيلم في التلفزيون مشهد مؤثر اعيط، عشان انت حساس. قدر كل الناس الحساسين دول قلبهم مرهف، مشاعرهم رقيقة. مش رسول عليه الصلاة والسلام بيقول يدخل الجنة ناس أفئدتهم كأفقدة الطير، لا تحمل غل ولا ضغينة من حد، ربما انت منهم يا رب بإذن الله. قلبك كده طيب وحنون. ايه اللي مطلوب من حبيبي؟ فبيقول لك اوعى تزعل من الشعور ده. manifestation power، اجذب بقى، اعمل، فعل قانون الجذب يا حبيبي، فعل قانون الجذب، عيش. بص انت سمعت طاقة حلوة عيشها، عشان انت سمعت دي طاقة جميلة، عيشها وحسها واعمل لها مانيفستيشن. تخيل الدنيا هتبقى عاملة ازاي، حس بالشعور، هتتجلى في واقعك بإذن الله. ايه اللي انت محتاج تعمله عشان تفعل الطاقة دي وتجذبها ليك بسرعة؟ ايرث انجل، انتوا ملايكة ارضيين، انتوا ملايكة ارضيين، انتوا لايت وركرز who has come to earth to teach love. انتوا جيتوا الارض دي تعلموا الحب، والحب في اسمه المطلق، الحب في تردده المطلق، حب الأطفال، حب الحيوانات، حب جميع مخلوقات الله. انت جيت هنا تعلم الحب يا حبيب قلبي. هارت شاكرا بيقول لك اصلا الانسرز، مش انا بقول لك، ربما انت اتعلمت، ربما انت فهمت اللي انا بقوله ده، انت فاهم اللي انا بقوله ودخلت الصحوة وفاهم وعملت تغيرات، ربما انت عملتها في حاجات كده انت قمت بيها وعارف كل حاجة. بيقول لك الانسرز اللي انت عايزها، الاجابات اللي انت عايزها اصلا في قلبك، هي اصلا جوه قلبك. شكرا القلب عندك مفعلة. the answers that you seek is in your heart right now. be open to give and receive love. be open to give and receive. خليك منفتح ان انت تدي وتستقبل الحب. you are profoundly clairvoyant. ما شاء الله عليك، انتوا مستبصرين، انتوا مستبصرين. واكتبوا لي، ده ربما منكم بعض قراء التاروت هنا بيسمعوني، او في قارئين فنجان بتكشفوا بطريقه معينه. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله عليكم، ما شاء الله يا حبايب قلبي. طيب خلينا اخر حاجه، ربنا يسعدكم يا حبايبي، ما تنسوش اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا اسأل انت سؤال، نستخدم البندول كده، اسأل انت سؤال ونشوف الإجابة عليه ايه. ايه إجابة السؤال اللي حبيبي اللي بيسمعني سأله؟ ايه إجابة السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه إجابة السؤال اللي حبيبي بيسمعني سأله؟ ايه إجابة السؤال اللي حبيبي بيسمعني سأله؟ لا إله إلا الله. ايه إجابة السؤال اللي حبيبي بيسمعني سأله؟ الإجابة نعم يا حبايبي، الإجابة أيوة. أتمنى لكم يا حبايب قلبي كل الخير، كل الحب، كل السعادة. أتمنى تدعموا الفيديو باللايك. طاقة الأخذ والعطاء مهمة يا حبايب قلبي عشان تدخل في كارما إيجابية. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة، يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. اكتبوا لي تعليق، قولوا لي هي قصتك كده ولا لأ. متشكرة لكم جدا، أتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعادة. كانت معاكم قناة ستاردست تاروت إن أرابيك. مع السلامة.